انا عندي سؤال بسيط، هو اي حد تخين او وزنه زايد لازم يكون نكتة؟ يعني لو ممثل تخين دخل في الكادر بتاع فيلم او مسلسل احنا لازم نضحك او لازم يضحكنا، فهل ده طبيعي اصلا ولا ده خلل في الكوميديا عندنا ولا ده غباء واستسهال؟ وعلى فكرة انا مش ضد الكوميديا ولا الضحك، انا اكتر واحد على فكرة بيحب الضحك وبيحب الاعمال الكوميدية في العالم، بس اللي بيحصل في الافلام والمسلسلات عندنا ده مش هزار ولا ضحك، ده استسهال. ان انت كمخرج او مؤلف بدل ما تقعد تكتب مواقف كوميدية او قصة كوميدية قايمة على الموقف، لا انت بتستسهل وتجيب حد تخين سواء راجل او ست وتخليه يقع والناس تضحك، او تخليه ياكل بشراهة جدا فالناس تضحك على اللي هو بيعمله، او ان انت تقول عليه دبابة، او لو ممثلة ست هتقول عليها دي اتوبيس نقل عام، وهتاخد اللقطة بتاعتك وخلاص انتهى الموضوع. فتحس ان السيناريو بيتعامل مع الشخص التخين او اللي وزنه زايد على اساس ان هو نكتة متحركة مش بني ادم. وعلى فكرة الحوار ده او المشكلة دي هي مش مشكلة جديدة مثلا بقى لها 10 20 سنة، دي من ايام الافلام الابيض والاسود، وهي اعتمدوا ان خلاص اي حد تخين هو لازم يطلع يضحك. والكوميديا اللي بتبقى على الناس اللي وزنها زايد او الناس التخينه هي بيبقى نوعين، والنوع الاول ان في ممثل مثلا زي سمير غانم وده اشهر واحد هيطلع لك حد في فيلم او في مسرحيه او في مسلسل ليه، يا اما حد قزم حد رفيع قوي حد طويل قوي، بس اغلبها كان بيطلع حد تخين معاه وهو بيبقى كومبارس، يعني الراجل ده ما بيقولش حاجه او ما بيتكلمش كتير، بس هيخليه بقى يشيل ناس ويقعدوا يقلسوا على طريقه مشيته وطريقه كلامه وكل ده، والراجل هو طالع واقف ساكت، فاهمني؟ وممكن يجيب واحده مثلا زي ما كان بيجيب ممثله اسمها نورة السباعي، كان بيخليها تتشقلط على المسرح، هتشيل بقى رجاله وتهبدهم، هتطلع لك حيوانات من اللبس بتاعها، هتعمل لك كل حاجه، المهم الناس اللي بتتفرج دي تضحك وخلاص. والممثله دي على فكره بعد ما خست محدش سمع عنها حاجه بكل سهوله، عشان هي كانت اللي شغلها قايم على وزنها، ان هم بيتعاملوا معاها على اساس ان هي حته او كتله من الدهون، فهي كتله الدهون دي مش موجوده خلاص احنا هنجيبها تضحك على اساس ايه؟ وعلى فكره بعد الممثله دي ما خست او اختفت ابتدى يطلع ممثلات ستات ياخدوا مكانها، ان هم مش بطلات او مش بيعملوا ادوار كبيره في الاعمال الفنيه بس هيجيبوهم يتريقوا عليهم، زي مها احمد كانت طالعه في كل اعمالها ان هي طالعه دور بكابوزه ودور البنت التخينه اللي ما بتفهمش حاجه وخلاص. بعد كده طلع بعديها بسنين شيماء سيف وويزو، وكانت في الممثله بتاعت اللي طلعت في اتش دبور. وشيماء سيف برضو لما خست خافت من نفس السيناريو بتاع نورة السباعي، ان هي محدش يشغلها ان هي خس. وهتلاقي على فكره الممثلات دول لو قالوا افيهات بره وزنهم او تخنهم محدش هيضحك، ان هم مش كوميديانات. ونيجي بقى للنوع التاني وهو الممثل البطل اللي هو جايبينه عشان يقعد يضحك على تخن، ودي على فكره كانت من زمان من ايام الفنان جورج سيدهم اللي كان بيطلع مع سمير غانم او ثلاثي اضواء المسرح. بعد كده بعدها بسنين طلع علاء ولي الدين، وكان خلاص بقى علاء ولي الدين هو الرول موديل بتاع البطل الكوميدي التخين من بعد ما نجح في الناظر، وكان عامل قبليها حاجات في ادوار صغيره مع عادل امام، حاجات بسيطه يعني مش ادوار كبيره. بعد كده لما عمل فيلم الناظر وعمل مسرحيات باغلبها بيتريق فيها او بيهزر فيها برضه على تخنه، فهم حسوا ان خلاص الناس بتضحك على المواضيع دي، فخلاص نستمر بقى ان هو لازم يبقى معانا بطل تخين الفيلم كله بيدور على وزنه ازاي. وبعد علاء ولي الدين الله يرحمه ما مات ما كملش المسيره بتاعته الفنيه، المخرجين والمنتجين حسوا ان هو لازم يجيبوا حد تخين يسد مكانه برضه، هيدوروا على مين؟ فجاب لك احمد رزق، ان هو برضه كان بادئ يعمل ادوار صغيره وبرضه كانت الافيهات اغلبها 70% على تخنه، فقال لك نبتدي نعمل له حاجات بطوله، عمل بقى فيلمين ثلاثه وما نجحش. جابوا ماجد الكدواني، برضه ماجد الكدواني في بداياته، على فكره ماجد الكدواني ممثل جامد جدا سواء كوميدي او دراما، برضه كان عامل فيلم جاي في السريع، الفيلم فشل برضه كان بنسبه كبيره الافيهات على تخنه. حاولوا مع ادوارد برضه بس ادوارد اسوأ من اي حد اتذكر لحد دلوقتي في الفيديو، الكوميديا بتاعت ادوارد وحشه قوي، حتى لو هو بيهزر على تخنه فهي الكوميديا وحشه، لكن ممكن مثلا علاء ولي الدين يهزر او احمد رزق او اي حد تاني هتضحك عادي، فاهمني؟ لكن ادوارد الدنيا كانت صعبه قوي. وعلى فكره الاسماء اللي احنا جبناها دي هي اسماء قليله في اضعاف الفنانين دول، بس هم بيطلعوا بادوار صغيره، برضه بيطلع دور تخين الناس بتتريق عليه، حتى الاطفال لو فاكر فيلم بلية ودماغه العاليه هتلاقي كانوا مطلعين طفل تخين عمال بياكل بس وطالع غبي، وهتلاقي برضه اتكررت كتير، فكان في برضه ممثل طفل كان اسمه محمد الفخراني او حاجه كده، برضه كانوا بيجيبوه في فتره من الفترات ايام مسلسل الرجل العناب يعمل نفس الدور. وان انت على فكره لو حاولت تفتكر معايا امتى شفت ممثل تخين او وزنه زايد عمل دور رومانسي او دراما او دور طبيعي مش هتفتكر حاجه.
اخرك مثلا تفتكر عمل او عملين. الدور الوحيد اللي انا فاكره هو دور محمد ممدوح في المسلسل بتاع خلي بالك من زيزي. ان هو محمد ممدوح احنا عارفين ان هو وزنه زايد، بس كان طالع بشخصيه محامي، بعد كده حب امينه خليل، ما عادوش يقلسوا بقى على تخنه او ان هو يتكلم على وزنه الزايد، لا. والدور ده نجح عشان محمد ممدوح ممثل جامد. هو من ساعه ما طلع ما بيعتمدش على وزنه او ان هو عشان تخين فيبتدي يضحك الناس. ولو بقى رجعت لكل ده هتلاقي في الاساس بسبب المخرج، ان المخرج العمل ده هو كان كريم الشناوي، وهنبقى نعمل له حلقه لوحده. لكن انت في الاغلب هتلاقي الشخص اللي وزنه زايد او الشخص التخين بالمعنى الدارج يعني عندنا لازم يطلع غبي، مهزأ، الناس كلها بتهزقه، زي ما طلع مثلا في فيلم المركب مطلعين بس واحد صاحبهم تخين عمالين يهزقوه. ما عندهوش شخصيه، شخصيته ضعيفه وسط الشله، ما بيفهمش في حاجه في حياته او ملهوش هوايات خالص غير الاكل. ولو ست ضيف عليهم بقى انها تطلع ست وحشه ويتريقوا على شكلها ووزنها، انها تطلع مثلا جنبه ممثله شكلها حلو وتبقى دي صاحبه البطله اللي هي برضو شخصيتها ضعيفه، شكلها وحش، محدش بيبص لها، كل الكلام ده كله. مع ان على فكره الناس اللي وزنها زايد سواء بقى لو حاجه بسيطه او لو الناس عندها سمنه مفرطه وزنها عالي قوي، ليهم حياتهم الطبيعيه، اتجوزوا وعاشوا وخلفوا، مش زي ما بتتصور في الافلام والمسلسلات ان الناس دي ما عندهاش حياه نهائي. ورأيي الشخصي أنا مش ضد سمير غانم ولا ضد علاء ولي الدين ولا ضد شيماء سيف ولا ضد أي ممثل من الممثلين اللي هم بيهزروا على تخنهم. الناس دي كده كده ضحكتنا كتير. أنا ضد الجيل اللي بيسلم جيل من المؤلفين والمخرجين والممثلين اللي بيتعاملوا بنفس القماشة بتاعت الكوميديا، نفس النكت اللي بتترمي هي مفيش جديد ولا تطوير. عايزين نضحك قشطة تمام، أنا ما عنديش مشكلة، زي ما بقول لكم كلنا عايزين نضحك، بس نضحك بالعقل، نضحك على المواقف اللي بتحصل للناس دي، مش احنا بنجيب الناس دي عشان نضحك عليها هي شخصيا. ان انت على فكره الضحك بيبقى اقوى لو انت بتضحك على موقف حصل للناس دي، وده على فكره على الكل، سواء بقى بيجيب حد رفيع قوي يقعدوا يتريقوا عليه ويشيلوه ويرموه كل الكلام ده كله، او حد تخين. لكن انا اتكلمت على التخان اللي في السينما عشان دي اكتر حاجه متكرره من زمان لحد دلوقتي، ومش في السينما بس، هي في السينما والمسرح والتلفزيون. وعلى فكره انا بتكلم برضو ان احنا في الوطن العربي، وانا هضرب نسبة دلوقتي من دماغي بس على ما اعتقد يعني اكتر من 15-20% من الوطن العربي هم وزنهم زايد او وزننا كلنا زايد. فالناس دي ما بتاخدش الموقف زي ما اي حد بياخده، الناس دي بتتضايق برضو، ما زي ما بقول لكم احنا بني ادمين عاديين، فهو مش هياخدها بالضحك زي اللي اتحصلت في التلفزيون. واخر جزء بقى هقوله في رايي الشخصي او اللي انا نفسي يحصل، ان تبقى في اعمال كوميدية او مش كوميدية، تبقى درامية او اي نوع، يبقى فيها بتتناقش الشخص اللي وزنه زايد مناقشه طبيعيه جدا. مش لازم تبقى حتى لو هتهزر ان هو افيهات جايه من وزنه ما تبقاش عليه، فاهمني؟ تبقى في مواقف بتمر، مثلا الشخص اللي نظره ضعيف في الشتاء لما الدنيا بتشتي، النضاره بتشبر والواحد بيتوه في الطريق، او مثلا لو حد رفيع خالص ومش لاقي مقاساته ومش عارف ايه. مواقف بتحصل للناس دي هم لما يشوفوها هيبتدوا يضحكوا عليها ان المواقف دي حصلت لهم. عشان الكتابه كمان دلوقتي في مصر بقت اسوأ من زمان، ان الاستسهال دلوقتي في الورش الكتابه بيجيبوا 10-15 واحد يقعدوا يكتبوا افيهات، يقعدوا يرزعوا افيهات مع بعضيهم وخلاص يطلع لك عمل فني كوميدي وخلاص. اما مفيش كاتب او مفيش حد دلوقتي عنده القدره ان هو يعمل لك فيلم او مسلسل 15 حلقه كله افيهات طبيعيه. لازم هيطلع لك هيقول شويه ايحاءات تضحكك، هيرمي لك شويه تنمر على مختلف فئات المجتمع، ممكن بقى يهزر لك على حد عجوز قوي، حد زي ما قلنا رفيع، حد تخين، الكلام ده كله. يعني افلام احمد حلمي وكريم عبد العزيز الكوميديه، ان انت مثلا عمرك ما هتفتكر افيه لاحمد حلمي وهو بيتريق على شخص تخين او شخص قصير، هتلاقي دايما كلها افيهاته في الشياكه وحلوه وبتضحك، مش لازم تبقى فرس ضحك مثلا زي محمد سعد. وتأثير بقى كل ده على المجتمع ايه؟ واحنا عارفين ان الناس او اغلب المصريين كلنا دمنا خفيف وبنحب نرمي افيهات، انا وكل الناس، يعني انا ما بتكلمش ان انا ايه الموضوع بعيد عني. فانت بالنسبه لك لو شفت اي حد تخين انت لازم تهزر او ترمي حاجه على تخن، وان انت بقى هتاكل دراعي، هتاكل اكلنا، مش عارف ايه، ان هو كده دمه خفيف ونينجا وروش زي الممثل الكوميدي اللي هزر على حد تخين. فهو بقى مستني الراجل اللي عمال يتهزق ويترمي عليه افيهات ده ايه؟ ان هو يتقبل بقى الهزار والتريقه والاهانه زي ما الفنان الكوميدي قبلها على نفسه في الافلام والمسلسلات. فهم مستغربين انت ليه متضايق؟ ما انت المفروض تتقبل كل ده بنفس راضي عادي جدا، عشان هم خلاص حطوا لك الراكور ان هو الشخص اللي وزنه زايد او الشخص التخين هو لازم يبقى دمه خفيف. ما ينفعش مثلا يبقى شخص ما بيحبش الهزار او ما بيحبش حد يهزر معاه، او شخص يا عم دمه تقيل مش عايز يتكلم مع الناس، لا،
انت لازم تتقبل الافيهات اللي احنا نرميها عليه. وده معناه على فكره لو حد في الحياه تقبل الهزار بتاعك او تقبل الهزار بسبب مثلا صحوبيتكم او كده، مش معناه ان اغلب الناس هتتقبل ده. ما في ناس ممكن ترفض اللي انت، او اغلب الناس هترفض ان حد يهزر معاها بالطريقه دي، ان خلاص دي صوره نمطيه انت حفظتها في دماغ كل الناس اللي بتتفرج، سواء بقى اطفال، ناس كبيره، من كل الشعوب العربيه، عشان الافلام والمسرحيات المصريه منتشره في كل الدول. فانت هتلاقي اطفال مثلا شافوا حد بيهزر على حد تخين فهيروحوا يهزروا على زميلهم اللي في المدرسه نفس الهزار. الشباب نفس الكلام، الناس الكبيره ممكن تهزر بنفس الطريقه برضه، حتى لو انت مش قاصد تضايق الناس دي، بس كده كده الجريمه حصلت. النوايا دي بقى بتاعت ربنا، ان انت مش هتحس باللي بيحسوا الناس دي غير لو انت حطيت نفسك مكانهم، او لو انت مثلا كنت شخص وزنك زايد وخسيت. وبس اكون كده خلصت. بس عايز اقول كلمتين في الاخر، لو انت كاتب او مؤلف حاول تفكر مرتين في اللي انت بتكتبه، ان انت مش لازم تبقى الكوميديا على كرامة الناس، وحاول ما تشاركش في توثيق الصورة النمطية عند كل الناس لأدوار معينة. ان مثلا على فكرة زي التخان لازم يطلع لك في الأعمال والمسلسلات الدكتور النفساني لازم يطلع مجنون يطلع نصاب. ان باختصار يعني لو انت بتكتب حاجة كوميدية او درامية او اي حاجة، ان هي ما تجرحش في اي فئة من الفئات. وبس كده اكون خلصت كل اللي عندي. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة لحد دلوقتي يا ريت تشترك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك.